الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. بكل المعايير وبكل الحسابات إن الجيش المصري رغم كل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها دي، ورغم شبح الهزيمة والتجربة المريرة بتاعت 67، ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق أكبر هزيمة. وبالمناسبة لا يمكن أبدا كان حد هيديكوا الأرض إلا بعد ما داق ثمن الحرب الحقيقية. ثمن الحرب الحقيقية في الوقت ده كان الخسائر كتير، وكانت دي أحد أهم الأسباب، وأنا بقولها دلوقتي بعد 50 سنة وأكتر، أحد أهم الأسباب اللي دفعت إسرائيل إنها توافق على السلام. أسر الضحايا سواء كانوا سقطوا قتلى أو مصابين كانوا بالآلافات، وبالتالي ده كان بالنسبة لهم أمر غير مستعدين لتكراره مرة تانية. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة، وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة.